يعني امبارح لقاء مهم جدا للاهلي مع القطن الكاميروني، بمنتهى الصراحه كده اكثر المتفائلين كان يقول يعني الاهلي يتعادل ده قمه الانتصار، وفجاه يعني وليد سليمان جون كده حاجه تاريخي، يعود الاهلي كسبان 1-0. ان شاء الله باذن الله هيلعب هنا 28 مهمه، مش عايزين نقول سهله، ان شاء الله ربنا يوفقه ويكرمه. رايك ايه؟ طبعا احنا نبتديها من ورا شويه، من قبل مباراه القطن كانت مباراه السوبر اللي طبعا نبارك النادي الاهلي فيها على تحقيق البطوله، بالرغم من المباراه خرجت بالتعادل، كان في ضربات جزاء، لكن النهارده المعنويات وانت رايح الكاميرون معنويات مرتفعه. زي ما بنقول بلغه الكوره، المكسب بيجيب مكسب. النادي الاهلي حقق بطوله، فداخل مباراه القطن بمعنويات مرتفعه، الجهاز الفني معنوياته مرتفعه، فقدر هناك يلعب مباراه كويسه ويحقق اللي هو عايزه من المباراه. طبعا ممكن كان النادي الاهلي بيلعب على التعادل او بي عايز يحافظ على شباك شريف اكرامي ما تخش اهداف، لكن يعني رجع بالمكسب. النهارده لعيبه النادي الاهلي برضو برغم انك محقق، لكن هي لعيبه برضو على يعني مستوى المسؤوليه. يعني هم هيقعدوا مع بعض والجهاز الفني يقعد معاهم، وعارفين ان المباراه اللي هنا برضو مش هتكون سهله، مش هيفتحوا الخطوط. هيلعبوا برضو على المكسب، عشان يعني هنا المكسب يريح برضو لعيبه النادي الاهلي. فطبعا هم يعني كجهاز وكلعيبه عارفين ان المباراه هنا مش هتكون سهله. هناك كان شوط وانتهى، ولسه في الشوط الثاني يعني. شايف ان النادي الاهلي يعني حتى امبارح بيأدي الحقيقه، ابتدى يرجع النادي الاهلي، ابتدت ترجع نجومه، وليد سليمان بيحط جون يعني لا احلى ولا اجمل من كده. بقالنا فتره حتى في مكسب النادي الاهلي بس ما فيش حلاوه اداء. شايف النادي الاهلي ممكن يعود النادي الاهلي يتاثر يعني باعتزال ابو تريكه، باعتزال بركات، وعدم وجود سيد معوض، اصابه جده، الحلاوه مش موجوده. الحلاوه مش موجوده، لكن في الوقت الحالي النتائج هي الاهم. انك تحقق المكسب عشان تقدر تستمر في البطوله او تكسب البطوله، فده المهم.